السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. الفيديو نتاع اليوم كما راكم تشوفوا عبارة عن كيكة خفيفة ظريفة ومكونات جد بسيطة وتوجد في وقت جد جد سريع، والأهم من ذلك أنها كتجي بنينة كما نقولوا كتحمر الوجه. غادي نبداو بالمقادير، فهي مقادير سهلة. غادي نسحقوا كما راكم تشوفوا عندنا هنا 3 حبات نتاع بيض، يكونوا حبات متوسطين. ما تسحقش المقادير بزاف، غادي تشوفوا بعينكم. شوفوا هنايا 3 حبات نتاع بيض. ناخذوا 3 مغارف كبار يكونوا شويه عامرين نتاع السكر. ثلاث مغارف زيت، نخدموا بالمغرفه الكبيره بطبيعه الحال. نخلط هاد المكونات حتى يذوب لينا داك السكر. عنده ميكسور ولا البرا ولا بيدراي ينجم يستعملهم. هنا غادي ندير غير من بعد ما ضربت البيض والزيت والسكر نزيدو عليهم قرصه نتاع الملح، غير قرصه ماشي حاجه. نزيدو عليهم باقي المكونات. غنزيد 3 فرينه، نزيدو 3 سميد. السميد بغيتو تستعملوا الرقيق ولا المتوسط، غير بحال غير كيف كيف. ونزيدو وحده مغرفه صغيره فاني، ووحده خميره كيميائيه. انا درت بيجو هنايا تاع 10 غرام. هذه هي المكونات اللي نسحقوها في الكيكه نتاعنا: 3 بيض، 3 زيت، 3 سكر بطبيعه الحال مغارف باش نكيل، 3 مغارف سميد، 3 مغارف فرينه، وحده ساشي خميره كيميائيه نتاع 10 غرام، ومغرفه صغيره نتاع لافاني. هذه هي المكونات اللي نسحقوها في الكيكه، فهي مكونات سهله وبسيطه، كتجي بها واحد الكيكه اللي جاوك ضيوف ولا على غفله ولا بس حقيتيها هكذا كتوجد في دقيقه، ما كتاخذش بزاف نتاع الوقت. هكذا كتجينا. وغادي يكون الفرن شاعل على درجه حراره 180 بطبيعه الحال. كما راكم تشوفوا بعد ما خلطناها مليح، هذا هو الشكل تاعها. راكم تشوفوا المقادير غادي تبان لكم غير صغيره ماشي بكميه كبيره، بصح ما غاديش تخلعوا مع غادي طيب غادي تنفخ. فتبعوا الطريقه وتشوفوا النتيجه كيفاش غادي تجي. غادي ناخذ هذا المحتوى غنحطه هنا في المول عندي، بهذا المول مربع. بسم الله. بعد ما حطيت المكونات في المول غادي نحركو كيما هكذا باش
كاع الجوانب ياخدوا لنا، لا ما تجيش جهه طالعه ولا جهه هابطه كيما هكذا. غتبان لكم صغيره بصح مع الطيب غادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله. بعد ما راهي ندفعوها الطيب غادي تكونوا موجدين الحليب قياس 400 مليلتر. هنا غادي نوجدو هذاك في البلاطون اللي راهي كيما قلت لكم الكيكه راهي طيب. غادي نوجدو هنا قياس 400 مليلتر حليب يكون بارد، نزيدوها 3 مغارف سكر، كل واحد على حسب هو شحال كيبغي. واحد ديجا حنا دايرين في الكيكه السكر. نخلط المكونات مليح، والكيكه خاصنا كيما نقولوا ما نغسلوش على الفرن انها تشوفوها ما فيهاش مكونات بزاف، دغيا كطيب ما تاخذش بزاف الوقت. انا كيما راكم تشوفوا كي طلعت ماشي كيما ما دايرين فيها واحده خماره، حمرناها من الفوق ومن تحت بطبيعه الحال وطلعت لينا واحد شويه. غادي دركا غادي نشربها 400 مليلتر حليب بارد مع 3 مغارف السكر. هي حاميه غادي خاصنا نشربوها. بعد ما ندخلوا فيها الموس ها هي طيب كتشوفوا ناشف في الموس. بسم الله. وقد ما خليتيها بالحليب نتاعها يشربها كتزيد تنفخ. ها هي شوفوا كاع شربت داك الحليب نتاعها. الديكور كل واحد يديكوريها باش هو بغا. انا غادي نديكوريها غير بنواد كوكو، كل واحد بشيكولا ولا باش ما بغا هو. انا غير بنواد كوكو غادي نديكوريها وهي حاميه. تدخليها في الثلاجه وقد ما قعدت تشرب داك الحليب كتجي زوينه. هذه هي الكيكه نتاعنا نتاع اليوم. كتجي بحال هذا الشكل اللي كتجي هشيشه خفيفه، والاهم من داك انها ما تاخذش بزاف الوقت، والمكونات ثاني ما تاخذش بزاف، والمذاق روعه. انا ديجا جربتها قبل، هذه المره الزوجه باش كنعاودها. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في تعليق كيفاش جاتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. بكلمه قد تبث الأمان بقلب خائف، وقد تصنع البأس بشخص يائس. فأثر الكلمة قد يقتل الفرح، وقد يبني جسور الأمل بقلب الألم. فلا تستهين بسهام الحروف، فللكلمة قوة تزرع الفأل بقلب كئيب، وقد تنثر الدمار بفؤاد سعيد. لذا فلتجعل لسانك رطبا بالفأل، معطرا بالحب، ناشرا للسلام. قل لمن يأتيك بائسا أنها ستهون ولو طال الهوان. وإن أتاك أحدهم يائسا لتزرع بكلماتك الفأل بقلبه اليائس. وإن أتاك أحدهم يتألم من تصرف بغيض انصحه أن يغض الطرف وليلتمس 70 عذرا لمن أساء. فالتخاذي فن من فنون التأقلم مع الحياة. كن دائما محضرا للخير أينما حضرت.